تاني حاجة معانا وهي الدنسة أمبول، والدنسة أمبول بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الأوندانسترون، ودي هتلاقيها بتركيزين وهما 4 مللي جرام و8 مللي جرام. والمادة دي عبارة عن سيلكتيف سيروتونين ريسبتور أنتاجونست، وبتشتغل عن طريق إنها بتمنع عمل مادة السيروتونين لأنها بتكون سبب في حدوث القيء والغثيان. طب إيه هي دواعي استعمال دنسة حقن؟ أو إيه هي استخدامات الدنسة حقن؟ أول حاجة بتستخدم لعلاج القيء والغثيان، وكمان بتوصف للتقليل من اضطرابات الجهاز الهضمي بعد العمليات الجراحية، وبرضه بتعمل على إيقاف القيء والغثيان الناتج عن العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي لمرضى الأورام. وخد بالك إن الدنسة حقن يفضل عدم وصفها للحوامل والمرضعات إلا بوصفة طبية. طب إيه هي بقى الآثار الجانبية لدنسة حقن؟ أو إيه هي أضرار الدنسة حقن؟ أول حاجة ممكن تسبب صداع لبعض الناس، كمان ممكن تسبب حالة من الإمساك عند الشخص اللي بيستخدمها، وممكن تسبب طفح جلدي وحكة في حالة إن الشخص عنده حساسية من مكونات الدواء، وبرضه كمان ممكن تسبب دوار وهبوط نتيجة انخفاض ضغط الدم، وممكن تسبب عدم انتظام لضربات القلب أو ألم في الصدر، وآخر حاجة إنها ممكن في بعض الحالات تسبب تشنجات أو اهتزازات في الجسم. وخد بالك إن الأعراض ممكن يظهر منها عرض أو اتنين وممكن ما تظهرش أساسا. طب إيه هي جرعة الدنسة حقن؟ وإزاي نقدر نستخدمها؟ بالنسبة للأطفال فبياخدوا حقنة بتركيز 4 مللي جرام يوميا، أما بالنسبة للكبار فبياخدوا حقنة بتركيز 8 مللي جرام يوميا. وخد بالك إن الجرعة دي بتزيد للمرضى اللي بياخدوا علاج إشعاعي أو كيماوي. والدنسة حقن بتكون متوفرة في الصيدليات بسعر 26 جنيه و33 قرش لتركيز 4 مللي جرام، أما بالنسبة لتركيز 8 مللي جرام فبيكون متوفر في الصيدليات بسعر 37 جنيه و83 قرش. خد بالك بقى إن الدانست بيكون ليها بدايل بنفس المادة الفعالة زي الزفران حقن والإيميريست حقن والأونداميتك حقن.